الإضاءة الرابعة. خلال العهود الإسلامية من القرن التاسع ميلادي إلى منتصف القرن التاسع عشر ميلادي، تأسس عدد من الحكومات في كردستان، وكانت حكومات كردية قادة ورعية. نذكر منها البعض من الحكومات الكردية في التاريخ: الحكومة الروادية في أذربيجان 203 إلى 618 هجري، والحكومة الحسنوية في همدان 303 إلى 405 هجري، والحكومة الدوستكية المروانية في كردستان الوسطى 305 إلى 478 هجري، والحكومة العنازية في حلوان 308 إلى 644 هجري، والحكومة اللورية الكبرى في لورستان 505 إلى 827 هجري، والحكومة اللورية الصغرى في لورستان في سنة 125 إلى 570 هجري، والحكومة الأردلانية في جنوب كردستان 617 إلى 1284 هجري، وإمارة بدليس قضى عليها العثمانيون عام 1836 ميلادي في شمال كردستان، وإمارة بابان في جنوب كردستان قضى عليها العثمانيون عام 1805 ميلادي، وإمارة الهكارية في كردستان الوسطى قضى عليها العثمانيون عام 1845 ميلادي. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: بما أن بلاد أسلاف الكرد لم تكن خالية قط منذ سقوط مملكة ميديا عام 505 قبل الميلاد، ولم تصبح عرضة لهجرات كبرى، ولم يقم فيها الغزاة والفاتحون بشكل يغير طابعها الديمغرافي الأصيل، وظلت معروفة إلى حد كبير بسكانها الكرد وبأسمائها الكردستانية، وقامت فيها حكومات كردية بقادتها ورعيتها. ولم نقرأ في التاريخ أن أناسا هبطوا على كردستان من كوكب آخر أو انبثقوا من الأرض. إذن من هو الشعب الذي أقام وما يزال يقيم في كردستان؟ هل هناك تفسير جغرافي وتاريخي ومنطقي سوى أن الكرد الحاليين هم أحفاد أولئك الأسلاف القدماء؟ توضيح: هذه الدراسة كتبها الدكتور سوزدار ميدي في تاريخ 27 من أكتوبر 2013. إعداد سردار رامان.